السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة في ماتش مهم جدا للنادي الأهلي، طبعا قبل النهائي دوري أبطال أفريقيا بين مازيمبي والنادي الأهلي. ماتش طبعا خارج الديار، طبعا ماتش طبعا هيبقى صعب جدا جدا على النادي الأهلي النهارده، طبعا في ظل ظروف الأهلي إصابات بقى وعنده إرهاق لعيبة طبعا، ومستوى النادي الأهلي طبعا في تراجع الفترة اللي فاتت. طبعا زي ما انتم عارفين الأهلي لعب 6 مطوشة في كافة البطولات، ما كسبش غير 3 مطوشة وخسر ماتشين وتعادل ماتش. طبعا تراجع النادي الأهلي، مستوى النادي الأهلي في تراجع، فإن شاء الله ربنا يستر النهاردة، إن شاء الله نطلع بنتيجة إيجابية طبعا تسعدنا في المباراة التانية في القاهرة إن شاء الله، ونصعد للنهائي إن شاء الله. نادي مازيمبي يا جماعة بقى، نادي مازيمبي يا جماعة ماشي في البطولة دي كويس جدا، لعب 5 ماتش على أرضه وما خسرش ولا ماتش، يعني ماتش يعني مازيمبي على أرضه قوي جدا. ما دخلش فيه ولا جون على ارضه. كان معاه بيراميدز وكان معاه صن داونز، ما عرفوش يحطوا جوان على ارضه، كسب بيراميدز وكسب صن داونز على ارضه. فماتش صعب جدا على النادي الاهلي ومش سهل. فياريت بقى يا مستر كوره النهارده تركز كده النهارده ان شاء الله، عشان النهارده مفيش هزار، يعني النهارده الغلطه بفوره، الغلطه النهارده بره البطوله. فتركز النهارده بقى وتنزل لي بقى التشكيل التمام بتاعك يا ريت، وما تقلفش، كل واحد في مركزه، تلعب بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، ولا دفاع بحت ولا هجوم، يعني انت تلعب بخطة يعني ايه، ما تبينش انت بتدافع قوي، عشان انت لو دفعت قوي هتخسر. الفرقة دي على ارضها صعبة جدا، بتعمل هجوم شرس على الفرق، ما بتخليش فيه فرصة اللي انت تعرف تجمع كورة. فماتش صعب جدا على النادي الاهلي النهارده، فيا ريت طبعا موديتس انسى يلعب النهارده خالص، انسى موديتس يلعب النهارده خالص، يعني يا ريت تنزل تشكيل صح عشان نقدر نوصل للنهائي. فانا شايف التشكيل المفروض ينزل النهارده ان شاء الله: عندك شوبير حارس المرمى، عندك علي معلول، عندك محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمد هاني. عندك لازم تلعب ب3 ارتكاز في خط النص عشان تعرف تقفل الحتة دي. لازم تلعب بكوكا وتلعب بالسولية وتلعب بأكرم توفيق، لازم يبقى فيه تقفل مساحات في النص. طبعا عندهم خط نص قوي جدا بيعرف يخترق من العمق، عندهم سرعات، عندهم بيقدروا يتحولوا من الدفاع للهجوم بسرعة جدا، عندهم لعيبة سريعة. فلازم تقفل الحتة دي، لازم تقرب المسافات، لازم تضيق المسافات بين الدفاع بين خط النص والمدافعين عشان ما يقدروش يخترقوا الحته دي. عندك قدام بقى تلعب بيرسيتاو، وعندك طاهر محمد طاهر، وتلعب بوسام ابو علي او تلعب بكهربا. ده التشكيل المفروض ينزل النهارده. طبعا انا برضو بدات، طبعا طاهر بدات ناحيه الشمال ليه، الحته اليمين عندهم الباك اليمين عندهم قوي جدا، يعتبر يعني الجوان كلها جايه من الحته اليمين دي. الحته اليمين دي يعني اقوى جبهه عندهم جبهه اليمين، فانا منزل طاهر في الحته دي عشان طاهر طبعا عنده لياقه يقدر يدافع الحته دي مع معلول. طبعا انتوا عارفين معلول دفاعيا قليل شويه، فانا منزل طاهر مع معلول عشان يقدر يقفل الحته دي. طبعا مع الوقت وكده الاهلي طبعا هيقدر يتماسك طبعا، وبعد كده نقدر نلعب بلعيبه بقى مهاريه. طبعا عندهم اقل خط الدفاع، عندهم لعيبه طبعا بطء شويه في الدفاع، عندهم عدم التمركز صح. تقدر بقى تلعب بعد كده الشوط الثاني برضا سليم، تلعب باحمد عبد القادر، لعيبه حريفه تقدر ايه تخطف اي حاجه الشوط الثاني. بس تلعب الشوط الاول بنفس الطريقه اللي بقول لك عليها دي ان شاء الله، على الاقل تطلع بنتيجه 0-0 الشوط الاولاني، تساعدك ان شاء الله الشوط الثاني تخطف هدف، تساعدنا ان شاء الله الماتش الجاي ايه نصعد ان شاء الله للنهائي. طبعا هم عارفين الماتش في مصر يبقى صعب جدا عليهم، هم عايزين يخلصوا الماتش من عندهم من هناك، فهتلاقي هجوم شرس. طبعا عندهم طبعا لعيبه بيلعبوا بيهدوم كويس جدا، بيعملوا كرات عرضيه كتير جدا. طبعا انت عندك مشكله في الدفاع دلوقتي، عدم تمركز، في عندك رامي ومحمد هاني مش مركزين الفتره اللي فاتت. فربنا يستر النهارده ان شاء الله الاهلي يطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله تساعده ان شاء الله في المباراه الثانيه ان شاء الله، ونصعد للنهائي ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي.
ومتنسوش يا جماعه الاشتراك في قناه الكوره مع الزنفولي على اليوتيوب، وقناه محمود الزنفولي على الفيسبوك، والشير على قد ما تقدر، واللايك بتاعك الجميل. والتوفيق للنادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.